السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل فتة عادية خالص، الفتة المصرية بتاعتنا العادية خالص. احنا حاطينها هنا الحلة الكبيرة دي، هنحط فيها ايه؟ حطينا فيها نصها تقريبا مية، وهنبدأ نحبشها لان هحط فيها عظم. عندي عظم من العيد، مطرح الذبح وكده. عندي عظم اهوت، ده انا عاوزاه عشان ينزل لي بهاريز. البهاريز اللي فيه ديت واللحمه اللي فيه دي كده كده مش كتيره، اللحمه فيه مش كتيره، انما اللي هي في شوربه كمان عاملاها برضو هوريها لكم للتحبيشه، او احط فيها لحمه. يعني انا هسلق لحمه وهسلق العظم. الشوربه بقى بتاعه العظم دي بتبقى دسمه اكتر من شوربه اللحمه، وبتبقى جميله كمان في الفته. وكمان تنفعني ان انا ممكن اعمل منها اي حاجه تانية، اي طبيخ تاني، اي طواجن. الشوربه السمينه دي بتنفع لكل الانواع بتاع الاكل والطبيخ. تمام. هنحط هنا ايه في الشوربه؟ هنحط ورق لورا، وهنحط شويه فلفل. انا بحب احط الشوربه الاول، واول ما تغلي اقوم ساقطه فيها اللحمه او العظم بتاعي، يعني على حسب انا بسلق. حتى لو عملت فراخ بعمل نفس القصه برضو. بحب ايد على الشوربه اللي هي الميه يعني، واحط ملح وورق لورا، وان كان في مثلا حبهان والبصل، وممكن طماطميه مبشوره. كل ده بجهزه، واول ما تغلي اقوم ساقطه الحاجه الزفر بتاعي، سواء بط، سواء فراخ، سواء لحمه، سواء عظم، اي حاجه عندك بعمل نفس الطريقه بالظبط. تمام. واجي بصلايه اهي مغسول، يعني متنضفه ومغسوله وزي الفل، وتقوم نازله على طول في الشوربه. تمام كده. خلاص خلصنا الشوربه بتاعه العظم. هنسيبها كده لحد ما تغلي. اول ما تغلي هبدا اسقط العظم. هنا بقى في ايه اهو، هنا اهي دي الشوربه بتاعه اللحمه اللي احنا قلنا عليها. تمام اهي اللي ورا اهي برضو بدات تغلي، نفس التحبيشه بالظبط اللي هحبشها للحمه، نفس النظام بالظبط. ورق لورا، بصل اهو، فلفل. بس دي التحبيشه اللي انا بحب دايما احبشها. تمام. لو في حبهان ماشي مفيش مشكله، بس انا النهارده للاسف ما عنديش حبهان. هي دي للشوربه. اول ما تغلي خلاص، بسم الله ما شاء الله داخله على غليان اهي. اول ما تغلي هسقط فيها اللحمه، ودي اول ما تغلي هسقط فيها العظم، وهرجع لكم تاني وهوريكم تاني. خليكم معانا لحد اخر الفيديو. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. ادي العظم زي ما احنا قلنا، مغسول ومتنضف وزي الفل اهو. تمام. وطبعا بسم الله ما شاء الله مليان بهاريز من جوه، الكاميرا ممكن تكون مش مبينه قوي اهو. بتبدا الميه تغلي، بقوم مسقطاه فين؟ في الشوربه اللي انا عاملاها، اللي انا قلت لكم عليها وحبشناها اهو. كده كده اللحمه بتاعته اصلا مش كتيره، فاحنا حطينا. وطبعا عليت النار لحد ما تبدا تغلي، واول ما تغلي وتاخد لها غلوتين ثلاثه اقوم موطيه خالص عليها وسايباها. تمام كده غطيناها اهو. هنرجع تاني لايه؟ للحم. ادي يا حبايبي اللحمه اهي بتغلي. طبعا انا قصدت ان انا اصورها لكم بنفس الطريقه دي عشان تشوفوها. لو اللحمه عملت كده معانا وبدات تطلع الريم اللي هو موجود على الوش ده، هنعمل ايه؟ دي زفاره يا جماعه من اللحمه. المفروض بنعمل ايه؟ بنبدا نلم كده ونشيلها، نلم كده من عليها، نبدا نلم كل الزفاره اللي موجوده على اللحمه علشان تبقى معانا الشوربه جميله ونضيفه. هكمل وهخلص خالص وهديها غلوتين، وهرجع لكم تاني واوريكم شكلها بعد ما نضفناها وخليناها زي الفل. بصوا يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. ديت الايه؟ الحله اللي احنا حاطينها فيها العظم بدات تغلي اهيت. والاحمر اللي عليها ده يا ولاد، كنت انا نسيت وانا بقدم في الاول ان انا ابشر طماطمايه، فبشرت عليها طماطمايه وهي بدات تغلي اهي. ودي برده اللحمه اهي، برده لسه بشر عليها طماطمايه حالا. تمام. وزي ما قلنا لكم شلنا الريم واللي هو الحاجات اللي على الوش خالص عشان ما يبقاش فيه اي زفاره خالص في اللحم. ادي اللحمه وادي الحله بتاعه العظم. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا هي غليت بسم الله ما شاء الله، بقى لها فتره بتغلي. هنبدا نوطي الشعر عليها، نوطي خالص ونغطي، وبرده نوطي على العظم اهو.
بس كده، ونسيبهم بقى يستووا براحتهم، وهنرجع لكم نكمل بقيه الفته مع بعضها. هنا يا حبايبي رجعنا لكم تاني اهوت بنعمل الصلصه بتاعه الفته، وهي عباره عن ايه؟ الصلصه بتاعه الفته. جبنا حبه ثوم حلوين كده جمال زيكم، قشرناهم وفرمناهم وحطينا معاهم معلقه سمنه في الحل. تمام. اول ما يبتدي يصفر معانا هنعمل ايه؟ هنطشه بشويه خل. تمام. وكده الثوم اهو. الله 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 الله، ريحه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، تحفه. الثوم وحلاوته يا جماعه، الثوم وحلاوته، انا من عشاق الثوم، جميل بسم الله ما شاء الله، ريحته كمان تحفه، تجوعك كده، تخليكي يعني خلاص مش قادره، لازم تاكلي بقى. خلاص. هنا يا حبايبي الثوم خلاص اهو، بنحط ايه؟ بشويه خل، بصوا بقى الروايح، يا سلام يا سلام يا سلام. بعد ما نحط بشويه الخل بنقلب تقليبه خفيفه كده، ونبدا نحط الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى صلصه فته ممكن تدوقيها في حياتك، ريحه وطعم بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تمام يا حبايبي اهو. الله 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 على الروايح، بسم الله ما شاء الله. كده الصلصه الجميله بتاعتنا نبدا نبهرها بقى. هنبهر بايه؟ ملح وفلفل بس، شويه ملح وشويه فلفل وخلاص على كده. كده حطينا الفلفل اهو يا حبايبي، وادي الملح اهو. هنبدا نقلب تقلبتين ونغطي عليها لحد ما تتسبك مع نفسها وتبقى جميله. تمام كده. هنرجع لكم تاني واحنا بنعمل الرز، استنونا. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. هنا حطينا الميه بتاعه الرز، هنا حاطين ميه وعليها ملح وعليها الماده الدهنيه، زيت او سمنه اللي انتوا حابينه. تمام. بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نقلب كده الملح. تمام. اول ما الميه تغلي هنسقط الرز. ورجعنا لكم يا حبايبي، وادي الشوربه بتاعت الرز غليت، هنسقط الرز اهو. طبعا الرز بتاعنا مغسول ومتنقي وزي الفل. نبدا نقلبه كده اهو. كده الحمد لله الميه بتاعتنا مظبوطه، المقدار بتاع الميه اعلى من الرز بعقله زي ما احنا كنا متفقين قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده. مقدار الرز الميه اعلى منه، يعني تبقى مغطياه بعقله واحده بس. تمام. اول ما يتشرب ويستوي هرجع لكم تاني واوريكم. كده الرز بتاعنا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله ابيض وزي الفل اهو، جميل. وكده اتشرب خالص من الشوربه بتاعته، بسم الله ما شاء الله، شكله جميل. هنوطي عليه خالص زي الشمعه، وبعد كده اول ما يستوي نبدا نجهز صينيه الفته عشان ايه؟ نغرفها ونقدمها قدامكم وتشوفوا. يا رب فيديوهاتنا كلها تعجبكم، وما تنسوناش في اللايك وتشتركوا في القناه ودعمونا دايما علشان نكبر بيكم باذن الله. كده يا حبايبي رجعنا لكم تاني، والرز بتاعنا استوى خالص اهو، بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه؟ لو انتوا فاكرين ومتابعيني عفوا، عايزين نقطة مية بعد ما الرز يستوي زي ما اتفقنا، علشان يشيل كل الرز اللي لازق في الجناب وفي الأرضية. بنقوم حاطين شوية مية صغيرين في النص بس، خلاص كده. ونعلي ثواني بالظبط، أقل من نص دقيقة. تمام. ونقوم طفيه. خلاص كده الرز بتاعنا احنا خلصناه. هنحمص العيش ونبدأ نغرف الفتة ونقدمها لكم. ادي العيش يا حبايبي بتاع الفته، احنا كده بنحمص العيش بتاع الفته اهو. في ناس ممكن تحمص العيش بتاع الفته جوه الفرن، مفيش مشكله خالص. في ناس ممكن تحط معلقه سمنه صغيره، سمنه بلدي او اي سمنه هي حباها، وتحب مثلا تحمره على البوتاجاز زي ما انا بعمل كده، برده مفيش مشكله، كده ينفع وكده ينفع. كده يا حبايبي بنحمص العيش اهو. اول ما نحس ان هو نشف وبقى تحس ان هو بيخرفش شويه كده وطالع منه صوت، نبدا نطفي عليه ونطبق بقى الصينيه بتاعه الفته.